اهلا بيكم. معكم محمد السيد في بيل درافت، والنهارده هنتكلم عن التشكيله المتوقعه للاسبوع الرابع. طبعا كلنا شفنا الاسبوع اللي فات وشفنا الجوله كانت غريبه. اللعيبه ما كناش اللعيبه ما كناش نتوقع خالص انها تتالق، هي اللي جابت النقط وهي اللي عملت الاختلاف الاسبوع اللي فات. طبعا الناس اللي كان عندها اللعيبه زي كاش، جوستو، الموضوع اختلف معاهم خالص. لعيبه نسبه ملكيتها قليله فقدرت ترفع الناس دي في النقط. احنا مكملين بنفس طريقنا. التشكيله المتوقعه بنحطها برضو، مش على اساس الماتشات السهله في الاسبوع ده بس، لا بنحط برضو الجدول وبنشوف، بنحاول نوفق ما بين ان انت تجيب تشكيله لكذا اسبوع قدام، وفي نفس الوقت بتبقى لعيبه ماتشاتها سهله في الاسبوع ده. فلو بصينا دلوقتي لجدول الدوري، هتلاقي ان جدول الدوري الماتشات اللي جايه لسه سهل زي لفرق معينه، زي توتنهام وتشيلسي ومان سيتي ونيوكاسل، وصعب الفرق تانية زي ويست هام وبرايتون. فاحنا على الاساس ده هنحط التشكيله في الاسبوع اللي هو الرابع. وبرده في حاجه تانية عايزين نقول عليها، ان بعد الاسبوع ده في فيفا داي. فانت لو انا شايف ان انت لو بتفكر تعمل وايلد كارد الاسبوع ده، لا اجلها شويه الاسبوع اللي جاي، علشان الاسبوع اللي داخل احنا دلوقتي الدوري هيتلعب الماتشات السبت والحد، بعد كده في منتخبات، وعارفين ماتشات المنتخبات بيبقى فيها اصابات كتير، بيكون في لعيبه مسافره مسافات طويله، فلما بترجع ما بتكونش اساسيه في اول ماتش، لان هي بتلعب ماتشات فيفا دي بيبقى ممكن اخرها 3 و4 وماتشات بتتلعب سبت. فحاول تاخر وايلد كارد الاسبوع كمان، على قد لو بتفكر انت تعملها خلاص، لان ماتشات الفيفا دي فيها خوازيق كتير وفيها اصابات كتير، وبتبقى لعنه على اللعيبه اللي اتألقت، وممكن ما بترجعش بنفس المستوى اللي كانت عليه قبل ما الدوري يقف. تمام. بدي بقى بعد ما بص على جدول الدوري، هنبتدي نتكلم عن التشكيله المتوقعه للاسبوع الرابع. هنتكلم اولا في حراسه المرمى. والله على الورق اول واحد هنتكلم عنه في حراسه المرمى هو اريولا. تمام. اريولا باربعه، راجل حجز مكانه اساسي في التشكيله. ويست هام عندها ماتش سهل زي لوتن تاون، اعتقد ان نسبه الكلين شيت بتاعته كويسه، هي اخدين نسبه كلين شيت 40% الاسبوع ده، حتى الراجل نسبه تصدياته عاليه. فانا شايف ان اريولا هو احسن حل الاسبوع دوت كحراسه المرمى، ومش لقدام. يعني لو اريولا موجود عندك الاسبوع دوت تمام، لو مش موجود ما تفكرش ان انت تجيبه، لان هنتكلم قدام عن ماتشات ويست هام اللي جايه ونشوف الموضوع ده لا ليه. هنخش على تاني اختيار في الدفاع، وهو ايدوجي مدافع توتنهام. ايدوجي زي ما شفنا الماتش اللي فات، احنا قلنا عنه في الحلقه اللي فاتت ان هو باك شمال كويس جدا، بيشارك في الهجمات. لما سون بيلعب هو بيفتح على خط الملعب، ايدوجي هو اللي بيتقدم لجوه، ونفس اللعبه اللي شرحناها بالظبط هي اللي عمل منها الاسيست بتاع كولوسوفسكي في الجون الثاني. فانا شايف ان ايدوجي حل كويس جدا. هتشوف الهيت ماب بتاعته، هتلاقي ان الراجل بيتقدم لقدام وبيشارك في الهجمه بشكل فعال جدا. ف حطينا ايدوجي مع نسبه ان توتنهام تعمل كلين شيت الاسبوع ده قصاد بيرني اللي هي 31%. فانا شايف ان الراجل دوت احسن الحلول اللي ممكن تلجأ لها في الدفاع. وكمان ان توتنهام ماتشاتها اللي جايه سهله شويه، فممكن تفكر فيه. بعد ايدوجي هنتكلم على تشيلويل طبعا. تشيلسي عندها نوتنجهام فورست، نسبه كلين شيت في الماتش ده 50% وتعدي كمان. نوتنجهام فورست فرقه رخمه، بتجيب جوان، جابت قصاد الارسنال، جابت قصاد اليونايتد، تعبت الفرقتين. بس اعتقد ان قصاد تشيلسي حتى لو الكلين شيت راح، انا شايف ان تشيلويل فرصته ان هو قدام بتبقى قويه جدا. الراجل تعتبر بيلعب هاف، ما بيلعبش باك، بيقدر يوصل للجون كتير. الماتش اللي فات كان ممكن يطلع بجون، يطلع بكذا اسيست، بس التصرف الغلط او القرار اللي في اخر ثانيه معاه لسه ما اتظبطش شويه. انا شايف باك بدرجه هاف، بدرجه مهاجم، مهم جدا نعتمد عليه. ليه مش جوستو؟ لان تشيلويل بيتقدم اكتر، تشيلويل قريب من الجون اكتر من جوستو. قصاد لوتن تاون كانت الدنيا سهله والماتش ضعيف، ما اعتقدش ان الراجل دوت هيبقى بالاداء ده على طول، حتى كمان ان بعد ما جيمس يرجع هتبقى وفرصته ان هو يبقى اساسي صعبه. فانا شايف ان تشيلويل هو الخيار الامن. حتى ما روحتش لاختيار ان احنا نحط اتنين من دفاع تشيلسي مع بعض كدبل، لان نوتنجهام فورست
بتعرف تضيع الكلين شيت، يعني فرقه رخمه، مرتداتها رخمه. ايواني مهاجم كويس جدا، وجيبس وايت. فكده كده اعتقد ان كلين شيت اعتقد ان كلين شيت تشيلسي هيروح، بس اعتقد ان تشيلويل هيبقى مهم جدا. تالت واحد في الدفاع هو اختيار ديفرنشال شويه، هو اندرسون مدافع كريستال بالاس. اندرسون هيلاعب وولفز. كريستال بالاس وولفز الماتش الجاي. وولفز لحد دلوقتي في الدوري ما جابتش غير جونين. الفرقه صعبه، يعني هجومها ضعيف لسه، مش قوي للدرجه اللي هي تقدر تواجه او تجابه فرقه زي كريستال بالاس. شايف ان هي كريستال بالاس من الفرق اللي دفاعاتها رخمه وبتعرف تكسب الماتشات دي كويس. نسبة كلين شيت في الماتش دوت 44% بالنسبة لأندرسون. الحاجة الميزة في أندرسون إن هو بيتقدم في الكور العالية اللي هي من مميزات كريستال بالاس. الماتش اللي فات عارف يجيب جون بكورة، حتى ما كانش كورة عالية، كورة هجمة مشي هو كمل معاها ودخل جوه ال 18 وشاطها بيمينه وجابها جون. شايف ان الحركة دي حتى عملها اول ماتش برضو قصاد شيفيلد، كسب 1-0، هو ضيع كورتين كان ممكن يجي جوان. انا شايف ان الراجل دوت باربعة ونص بيشارك لقدام كتير، بيتقدم، بيظهر قدام الجون، مع الكلين شيت بيخش في البونص دايما. فشايف ان اندرسون اختيار ديفرنشال وكويس جدا، خصوصا ان ماتشات كريستال بالاس اللي جايه خفيفه شويه، مش صعبه لدرجه ان هو بيلعب حد من السته الكبار او كده. فانا شايف ان انت لازم تفكر في اندرسون. وفي نص الملعب انا لسه عند قراري، وشايف اول واحد اختاره في نص الملعب الماتش ده هو اول واحد اختاره في نص الملعب الاسبوع ده هو فودن. انا لسه مقتنع بفودن جدا، وشايف ان فودن الماتش اللي فات كان مريض، فما ابتداش الماتش اساسي وما نزلش بدري. نزل لما الماتش اتكعب والنتيجه بقت 1-1، وقدر ان هو يعمل اسيست ويقلب الماتش في الخمس دقايق او العشر دقايق اللي هو لعبهم. فالماتش الجاي قصاد فولهام شايف ان فودن هيبقى اساسي بشكل كبير، مع دفاع فودن المتكتل وطريقه لعبهم الرخمه دفاعيا. اعتقد ان فودن هيبقى ليه دور كبير، لان هو بيتحرك في الهاف سبيسز، بيتحرك في المنطقه اللي تحت ال 18، فده بيساعده ان هو يشوط ويساعده ان هو قريب من الجون تحت هالاند. ماتشات السيتي اللي جايه برضو تخليك تشجع ان انت يكون عندك فودن. لسه هنشوف برضو اكتر الراجل هيتم الاعتماد عليه اساسي ولا لا. لسه هنشوف اكتر شكل السيتي هيبقى عامل ازاي الماتشات اللي جايه، مع ان فودن ما لعبش الماتش اللي فات، فاعتقد ان هو هيبقى ليه دور كبير قوي الماتش ده. تاني اختيار في نص الملعب معانا وهو بوين. بص، انا حطيت بوين يعني وانا مش متاكد من الاختيار ده 100% لكذا سبب. اول حاجه فيهم رحت له لان هم هيلعبوا لوتن تاون. لوتن تاون ضعيفه جدا دفاعيا، فرقه لتارجت اي حد بيلعبها. برضو بيلعب في نفس المكان اللي فيه ستيرلينج اللي تألق في اول ماتش اللي فات قصاد لوتن، نفس المكان اللي فيه سولي مارش اللي قدر يجيب جون لبرايتون ويكسبهم اول ماتش على لوتن. اللي بيلعب في الجنب اليمين قصاد لوتن على طول بيتألق. وبوين من اهم لعيبه ويست هام، فشايف ان هو من اهم اللعيبه اللي ممكن تجيبها، بس اختيار للاسبوع ده بس، لان ويست هام داخل على ماتشات صعبه زي السيتي والليفر، فمش شايف ان هو هيبقى اختيار كويس للماتشات اللي قدام. بس خلينا نبص لها من ناحيه تانية، ان ويست هام قصاد الفرق اللي بتهاجم عليها وهي بتبقى متكتله دفاعيا تقدر تعمل هجمات مرتده وبتترجم الهجمات دي لجوان من فرص قليله. بون الماتش اللي فات عمل 3 تسديدات، 2 منهم على الجون، جاب جون وقدر ان هو يعمل اسيست. ده معناه ان ويست هام بتقدر تترجم اقل فرص لجوان. فشايف ان بوين اختيار كويس قوي للماتش ده، عايز تعتمد عليه الماتشات اللي جايه ممكن، انما مش اختيار انا بروح له، يعني انا بروح للحاجات المضمونه اكتر. فانا شايف ان نستنى شويه ونشوف طريقه لعب ويست هام هتبقى عامله ازاي، خصوصا ان ممكن انطونيو يمشي والقدوس اللي جاي جديد لسه يدخل في التشكيله، فنشوف شكل الفرقه هيبقى عامل ازاي اكتر قدام. هنروح لاختيار كمان في نص الملعب وهو جيمس ماديسون. والله ماديسون الماتش اللي فات انا كنت هجيبه الاسبوع اللي فات، قالوا ان هو مش هيلعب، وجي بعديها في المؤتمر المدرب قال ان هو اتضرب وممكن يدخل في التشكيله، وماديسون فاجئنا ودخل التشكيله وقدر ان هو يجيب جون. انا شايف ان ماديسون هو الكي بلاير بتاع توتنهام. هتشوف الهيت ماب بتاعت ماديسون هتلاقي ان الراجل بيلعب في كل حته تقريبا، هو اللي بيتحكم في رتم اللعب بتاع الفرقه. سعره مش غالي، الفرقه ادائها كويس ممكن يرفع معاه. هو لولا سوء اداء ريتشارلسون والكور اللي بيضيعها ممكن ماديسون يطلع كل يوم كل ماتش باسيستين 3.
الماتشات اللي جايه لتوتنهام سهله، هيلعبوا الاسبوع الجاي بيرنلي، بعد كده هيلعبوا شيفيلد يونايتد، فدي جدول كويس نوعا ما قبل ما يخشوا في زحمه الماتشات الصعبه. فشايف ان ماديسون اختيار كويس جدا تعتمد عليه في نص الملعب، ان الراجل هو الكي بلاير بتاع الفرقه. بعد ما خلصنا ماديسون هنخش على الراجل اللي ما كانش قد الاكسبكتيشنز الاسبوع اللي فات وكنا مستنيين منه اكتر من كده، هو مبويمو. مبويمو اول ماتشين تألق بشكل كبير. برينتفورد كانت بتلعب فرق بتهاجم نوعا ما، هما بيلعبوا على التحولات والكرة المرتدة، فبانت امكانياته اكتر، قدر ان هو يجيب النقط اللي احنا مستنيينها منه، ان هو يبقى اختيار نعتمد عليه بعد كده. اللي حصل الماتش اللي فات مع كريستال بالاس كان الماتش مقفل، الفرقتين كان لعبهم رخم، فما بانش مبويمو او ما جابش النقط اللي احنا مستنيينها منه. الماتش الجاي لبرينتفورد قصاد بورنموث كويس. بورنموث فرقه بتهاجم، بتلعب لقدام، كره هجوميه غير اللي كنا متعودين عليها زمان، فده هيساعد مبويمو ان هو يجيب الجوان بتاعته ويلعب بطريقته اللي هي متعودين عليها. بعد مبويمو هروح لستيرلينج، الراجل اللي فرق الاسبوع اللي فات، جونين اسيست، بهدل الدنيا، كان متألق. هو ستيرلينج هيلعبوا نوتنجهام فورست، وبعد نوتنجهام فورست عندهم كمان ماتش بورنموث. انا شايف ان فكره ان انت يكون عندك ناس من تشيلسي الماتشات دي هو احسن حاجه. الفرقه بتبتدي تخش في الجيم اكتر. ستيرلينج اختيار كويس جدا في الاسابيع دي، الراجل قدر يتألق الاسبوع اللي فات. نسبة امتلاكه لسه مش عالية، مش كل الناس راح تشتريه. انا شايف ان هو لو مش عندك ممكن تعتمد عليه لاسبوعين 3 قدام، خصوصا ان هو ابتدى يبان ان هو من اهم لعيبه في الفرقه ومن اللعيبه الكبيره اللي تقدر تعتمد عليها في تشيلسي. هنروح لخط الهجوم وهناخد اختيار تاني من تشيلسي، هو نيكولاس جاكسون. نيكولاس جاكسون مشكلتي معاه ان هي الرعونه، اللي هو لسه الراجل ما خدش على رتم الدوري، بيضيع كور سهله، يعني حاجات اللي هي خفيفه كده ممكن تفرق معاه جدا. بس الماتش الجاي نيكولاس جاكسون اعتقد ان هو هيبقى مكمل كاختيار كويس، ممكن تعتمد عليه. تشيلسي لسه زي ما قلنا في موضوع ستيرلينج وزي ما قلنا في تشيلويل ان الفرقه ماتشاتها سهله الاسبوعين 3 قدام، فممكن تخلي الناس اللي عندك منهم، او لو مش عندك نيكولاس جاكسون ممكن تعتمد عليه، لان اختيارات الهجوم عندنا مش كتيره، او ناس هيبقى عندها ماتشات صعبه. هنروح لاخر واحد في التشكيله الاساسيه طبعا، وهو هالاند. هالاند ضيع ضربه جزاء الاسبوع اللي فات، بس قدر ان هو يجيب جون. عندهم الماتش ده فولهام. انا شايف ان هالاند لازم يبقى موجود طبعا، ما فيهاش كلام، ما فيهاش هزار، الكابتن كمان. فماتش قصاد فولهام ممكن هالاند يجيب جونين 3، ممكن يجيب جون، ممكن يضيع بلانتي زي ما عمل فينا قبل كده. الاختيار الامن طبعا في الكابتن على طول هو هالاند. الاختيار الامن دايما هالاند، الراجل اللي هو 90% او اكتر موجود في تشكيلاتنا. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا كلام عن ال11 لعيب الاساسيين، هنبتدي نتكلم عن لعيبه ممكن تفكر فيها للاسابيع اللي جايه، او ممكن تفكر انت تجيبها بس بدرجه اقل من اللعيبه اللي اتكلمنا عنها الاول. اول واحد في اللعيبه دي هو ايزاك. ايزاك مهاجم نيوكاسل، الراجل تألق اول ماتش، بس بعد كده نيوكاسل قابلت ماتشات صعبه قصاد مان سيتي وقصاد الليفر. كلنا شفنا الماتش مع الليفر اللي فات كان عامل ازاي. ايزاك اتسبب في طرد فان دايك، الراجل كان مستواه كويس. بس الماتش دوت لنيوكاسل مع برايتون، انا ما حبيتش احط في التشكيله لعيبه من برايتون او من لعيبه من نيوكاسل، لان الماتش هيبقى صعب. انا عارف ان ماتشات يعني برايتون قصاد فرق زي نيوكاسل، الفرق اللي هي بتدافع بتلعب كور مرتده او لعب تحولات، ماتشات بتبقى صعبه على برايتون. فما فكرتش ان انا احط اوستوبينيان او احط حد من الناس المتالقه عندهم في زي ميتوما او مارش، بس قلت ان ايزاك هيبقى حل كويس. المهاجم قصاد برايتون على طول بيبقى متالق، بيقدر ان هو يهدف حتى لو الفرص قليله بتجيله، وده اللي حصل مع انطونيو الماتش اللي فات. حتى ماتشات نيوكاسل اللي جايه من بعد برايتون هتبتدي تبقى سهله، لان هم لعبوا في 4 فرق صعبه في الاول بماتش برايتون اللي جاي. فشايف ان لو بتفكر لحل او حد تستثمر فيه للجولات اللي جايه وتبتدي تجيبه قبل ما الناس كلها تفكر تشتريه، هو ايزاك. بعد ما ده في خط الهجوم
في نص الملعب هنتكلم على كذا اسم زي ساكا وراشفورد. هم الاتنين هيلعبوا بعض، بس تعالى اقول لك ليه ساكا وراشفورد بالذات. اولا ساكا لان هو اللي هيلعب على ملعبه، ان هم اليونايتد فريق دلوقتي خط الدفاع عنده مهلهل ضعيف، خصوصا كمان بعد الاصابات اللي فيه، بعد اصابه لوك شو واصابه فاران. لوك شو اللي الماتش اللي فات لعب مكانه دالوت. اعتقد ان الجبهه دي بقت اضعف شويه بوجود دالوت، وساكا في المكان دوت هيبقى في موقف قوه، واعتقد ان هو ده هيساعده ان هو ممكن يهدف ويشارك في الهجمات بشكل اكتر، يبقى هو اهم اختيار في ارسنال. وليه راشفورد الناحيه التانية؟ لان لو الارسنال لعبت لعبها الطبيعي اللي هو الضغط اللي من قدام، فاليونايتد ساعتها يلجأ للكور الطويله، وساعه اليونايتد يلجأ للكور الطويله هيبقى اهم حل وابسط حل يلجأوا له هي سرعه راشفورد في التحولات دي. فانا شايف ان راشفورد برده في ماتش زي دوت هيجيله فرص تسجيل كتيره، هيلعب على الطرف، فهيبقى سهل قوي ان هو يتحرك، خصوصا في المساحات الكبيره قوي اللي تبقى في دفاع الارسنال اللي شفناها في الماتشات الاولانيه، ماتش فولهام وماتش نوتنجهام. فانا شايف ان دول اهم اختيارين في الفرقه دي وفي الفرقه دي. هنروح دلوقتي لواحد اكتر واحد عامل تسديدات على المرمى بس مفيش حظ ان هو يجيب جول لحد دلوقتي، هو ايزي. ايزي لعيب كريستال بالاس، عامل 16 شوط على الجون، ما جاش منهم ولا جون. عندهم الماتش ده وولفز، بعد كده كريستال بالاس فوز في ماتشات سهله نوعا ما. فانا شايف ان انت ممكن تفكر في ايزي من دلوقتي، لو عندك خليه وحاول تلعبه اساسي الماتش ده. وولفز دفاعها ضعيف مهلهل، فايزي اختيار كويس جدا ممكن تعتمد عليه. غير ايزي كمان هنتكلم على ديابي. ديابي هيلاعب الليفر، ديابي يلعب في الشمال، المكان اللي فيه ارنولد اللي هي اضعف حاجه في الدنيا، والمساحات اللي في ظهر ارنولد كلنا عارفين عامله ازاي. نسبه ديابي ان هو يسجل هتبقى كويسه جدا في ماتش زي ده، خصوصا في المساحات الكبيره دي. دفاع الليفر في عدم وجود فان دايك هيبقى ضعيف. فانا شايف ان ديابي لو موجود عندك حطه اساسي الماتش دوت، لو مش موجود ممكن تفكر فيه. استون فيلا طريقتها الهجوميه بصراحه كويسه وعجباني، فرقه بتهاجم بعدد لعيبه كبير، ما بتخافش، اللعيبه كلها اخده ادوار. ديابي انا شايف ان دوره كمان اكبر من واتكنز السنه دي، اختيار كويس ان هو يبقى عندك. هنروح دلوقتي لاختيارات الكابتنه ومين اللي ممكن نكابتنه الاسبوع ده. طبعا الاختيار الامن اول حاجه واهم حاجه هو هالاند. هالاند لازم ماشي. هالاند الاسبوع ده نسبه كابتنته هتعدي 60 او 70%. هنيجي نبص على اختيارات تانية للكابتنه. انا شايف فودن ممكن اختيار كابتنه امن جدا ممكن تفكر فيه. بعد فودن ممكن تشيلول تشيلسي قصاد نوتنجهام ممكن تفكر جدا ان انت تكابتنه. غير تشيلول في ستيرلينج في ماتش زي دوت، ان انت كابتن ستيرلينج خصوصا بعد التألق اللي هو عمله الماتش اللي فات هيبقى حاجه كويسه جدا وديفرنشال، ولو جاب نقط هتفرق، عكس ان ولو جاب نقط هتفرق وهتبقى حاجه كويسه في اسبوع زي دوت. بس كده، ودي كانت كل حاجه الاسبوع الجاي. اتمنى ان احنا نجيب نقط كويسه، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من التحليل بتاعنا لملخص الماتشات الحلقه اللي فاتت او للتشكيله المتوقعه الاسبوع ده، واتمنى ان الكل يجيب نقط كويسه. وبس كده، دي كانت كل حاجه، وشكرا.